تفتكر إزاي راعي غنم بسيط بقى أغنى رجل في أقوى مدينة عرفها التاريخ؟ إزاي حلم صغير بقى إمبراطورية من الذهب والقصور؟ السر هتلاقيه في كتاب أغنى رجل في بابل. الكتاب مش بس بيحكي لك حكاية، ده بيديك مفاتيح بناء الثروة الحقيقية. القصة بتبدأ بشخص بسيط جدا اسمه بنزر، راجل فقير شغال صانع عربيات خيول، وإيده تتلف في حرير، بس للأسف حرير من غير فلوس. بنزر كان بيشقى وبيكد ويتعب، ومع إنه كان بيشتغل ليل مع نهار كان آخر الشهر يلاقي جيبه فاضي. وفي يوم وهو قاعد سرحان في ملكوت الله عدى عليه صاحبه المقرب كوبي اللي فقير زيه ويمكن أكتر كمان. كوبي دخل عليه وهو متردد، بيقدم رجل ويأخر رجل علشان كان جاي يطلب منه فلوس سلف. يطلب من مين؟ من بنزر اللي هو نفسه محتاج حد يسلفه. وبعد نقاش دار ما بينهم بدأوا يسألوا نفسهم ليه دايما حظنا تعبان، وليه في بابل ناس كتير غرقانة في الغنى وإحنا بالعافية لاقيين ناكل؟ هل الموضوع موضوع حظ ولا في سر إحنا مش واخدين بالنا منه؟ وهنا جت فكرة لكوبي وقال لصاحبه ايه رأيك نروح نسأل أركاد وصل للي وصل له ده ازاي. وأركاد ده صديقهم القديم اللي بقى دلوقتي أغنى رجل في بابل واللي قصة كتابنا النهاردة عنه. أركاد مش بس غني، دي ثروته ما تتعدش، عنده قصور وأراضي وممتلكات ونص المدينة بتشتغل عنده، حتى الملك نفسه أوقات بيستلف منه. والأغرب إن أركاد كان فقير زيهم ويمكن أكتر، اتربى معاهم، دخل نفس المدارس، اتعلم على ايد نفس المدرسين، يعني لا هو ابن ملك ولا كان عنده واسطة. بس هو عمل حاجة مختلفة هنعرفها بعد شوية. وفعلا بنزر صانع العجلات وصديقه كوبي راحوا الأركاد، دخلوا عليه وبعد السلام والضحك والذكريات قالوا له احنا جايين لك علشان تعلمنا، قول لنا ازاي بقيت غني كده، احنا زيك نفس الخلفية ونفس الظروف، ايه اللي يفرقك عننا؟ وساعتها ابتسم أركاد وقال لهم هحكي لكم القصة بتاعتي من البداية. كل حاجة بدأت لما أركاد كان بيشتغل كاتب بسيط في السجلات والوثائق لحساب التجار الأغنياء. وفي يوم جاله تاجر كبير وغني غنى فاحش اسمه الجميش، راجل من أسرى أثرياء المدينة. الجميش طلب من أركاد شغل صعب قوي وقال له عايزك تخلصه في ظرف يومين، ولو خلصته هديك الفلوس اللي تطلبها. بس أركاد عمل حاجة محدش يتوقعها، قال له أنا مش عايز فلوس. الجميش استغرب وسأله أمال عايز إيه؟ رد أركاد بكل ثقة علمني إزاي أبقى غني زيك. الجميش بصله بإعجاب وقال له تمام اتفقنا. وفعلا بعد ما أركاد خلص الشغل قبل الميعاد الجميش وفى بوعده وقال له أهم قاعدة من قواعد الثراء، وهي احتفظ بجزء من إيراداتك. وبعدها الجميش سكت. أركاد استناه يكمل لكن الجميش ما تكلمش، فأركاد قال له بس كده؟ رد الجميش وقال له بس كده، القاعدة دي كفيلة تحول شخص من راعي غنم لتاجر أغنام، والفرق ما بين الاتنين كبير قوي. أركاد قال له بحماس طب لو احتفظت بكل دخلي؟ الجميش ضحك وقال له غلط، لو حاولت تحتفظ بكل دخلك مش هتعرف تكمل، هتستحمل شهر اتنين وبعدها هتفشل. السر مش انك تحتفظ بكل دخلك، السر انك تحتفظ بجزء بسيط وتخلي ده عادة عندك. اي فلوس تدخلك لازم تدي لنفسك جزء منها قبل اي حد. وبعدها الجميش سأل أركاد سؤال بسيط جدا، قال له لو شلت 10% من دخلك لمدة 10 سنين هيبقى معاك قد ايه؟ رد أركاد وقال له يعني تقريبا قد دخل سنة كاملة. الجميش هز راسه وقال له دي نص الحقيقة، النص التاني إنك تستخدم المدخرات دي وتدخلها في حاجة تجيب فلوس، والفلوس دي تدخرها شوية لحد ما يبقوا مبلغ، والمبلغ ده تدخله في حاجة تانية تجيب فلوس أكتر. بالبلدي خلي الفلوس هي اللي تشتغل عندك بدل ما انت تفضل تشتغل عندها طول عمرك. دي كانت أهم جملة قالها الجميش لأركاد، وقال له الجزء اللي هتقتطعه من دخلك كأنك بتدفع لنفسك. رد أركاد باستغراب وقال له أدفع لنفسي؟
يعني إيه أدفع لنفسي؟ قال له فيما معناه يعني كلنا بنشتغل وبناخد مرتب في آخر الشهر أو حتى باليومية، بمجرد ما الفلوس تدخل جيبك بتتصرف في هيئة مصاريف معيشة، نفقات، التزامات، ديون، ترفيه. بس فين نصيبك انت؟ فين حقك من تعبك؟ فين الفلوس اللي بتدخرها لنفسك؟ لازم قبل ما تدفع لأي حد تدفع لنفسك الأول. طلع 10% من دخلك حتى لو دخلك مش مكفيك، حتى لو بتستلف علشان تكمل الشهر، استلف أكتر شوية وما تقربش من ال10% دول. يعني لو بتقبض 5000 جنيه طلع منهم 500 جنيه واعتبرهم مش موجودين، ولا للطوارئ ولا للزنقة، دول للثروة. وال500 جنيه دي اللي هي مقدار 10% هي البذرة اللي هتزرع بيها شجرة الثروة، ولو سقيتها كل شهر هتكبر وتطرح وتضلل عليك بفلوس ما كنتش تحلم بيها. وطبعا الجميش ما يقصدش إن مجرد ما أركادي يطلع 10% من دخله هيصحى تاني يوم يلاقي نفسه مليونير. ببساطة دي كانت بس المفتاح. وبعد الجملة دي الجميش ساب أركاد ومشي، ومرت سنة واتقابلوا تاني وسأله: ها لسه بتدفع لنفسك يا أركاد؟ قال له طبعا. الجميش قال له: وعملت ايه بالمدخرات؟ قال له: اديتهم لصاحبي أزمور صانع طوب، رايح بلاد الصين هيشتري لنا جواهر رخيصة ونبيعها هنا بمكسب كبير. الجميش قال له: ازاي تدي فلوسك لواحد ما بيعرفش حاجة عن الجواهر؟ ده صانع طوب، يعني معقول أروح أنا أسأل الخباز عن حركة النجوم؟ بالبلدي ادي العيش لخبازه. اللي عملته كأنك شلت شجرة ثروتك من جذورها وبإيدك. وفعلا رجع أزمور من الصين بس معاه بدل الجواهر إزاز، والفلوس راحت على أركاد. بس أركاد ما يقش وبدأ من جديد. ومرت سنتين واتقابلوا تاني وسألوا الجميش: لسه بتدفع لنفسك يا أركاد؟ قال له أكيد. وسأله: وعملت إيه المرة دي؟ قال له: اديت الفلوس لجاري صانع التروس، هيشغلهم وهيديني أرباحي كل 4 شهور. قال له: جميل، وناوي تعمل إيه بالأرباح؟ قال له أركاد: هشتري لبس جديد وحصان وأرفه عن نفسي شوية. الجميش هز راسه وقال له: غلط، انت كده بتاكل ثمار شجرتك قبل ما تكبر. ازاي عايزها تطرح تاني وانت بتقطعها؟ الفلوس اللي بتكسبها دي دخلها في تجارة جديدة، وخلي كل جنيه ينتج لك جنيه تاني لحد ما يبقى عندك جيش كامل من العبيد يشتغلوا لحسابك. وطبعا جيش العبيد اللي بيقصده الجميش هو الفلوس. وبعد سنين طويلة الزمن لف والجميش كبر في السن، واتقابلوا هو وأركاد من تاني وقال له: ها حققت حلمك في الثراء؟ رد عليه أركاد وقال له: الحمد لله، بس لسه عندي طموح أكبر. وساعتها الجميش قال له: إيه رأيك تمسك لي ثروتي؟ ولادي ما تعلموش حاجة عن فن إدارة المال وانت أثبتت إنك قدها وكفاءة، ومش بس كده هتبقى شريكي. وفعلا أركاد مسك كل الأراضي والأموال وكبر الثروة ونماها. ولما توفى الجميش أركاد أخذ نصيبه وبقى أغنى رجل في بابل. وبعد ما أركاد خلص قصته على أصحابه الفقراء سكت وقال لهم: هي دي حكايتي. وهنا كوبي سأل أركاد باندهاش: يعني اللي خلاك أغنى رجل في بابل إنك فهمت طريقة إدارة الفلوس مش بس جمعها؟ وأركاد ابتسم وقال له: بالظبط، الفلوس زي البذور، لو زرعتها صح هتطلع لك شجر يضلل عليك طول عمرك، لكن لو صرفتها من قبل ما تفهمها تفضل دايما محتاج لها وبتدور عليها. بنظر هز راسه وقال لأركاد: احنا لازم نطبق اللي اتعلمناه منك بحذافيره، انت علمتنا درس العمر يا أركاد. وهنا أركاد بص لهم وقال لهم: طالما انتوا أخدتوا الموضوع بجد وعايزين تتعلموا لحد ما توصلوا فعلا للثراء، أنا كمان مش هسيبكم في نص الطريق، هكمل معاكم ال7 خطوات اللي حولتني من شاب فقير للي أنا وصلت له النهاردة، وهنفضل ماشيين سوا لحد ما تتحولوا من أصحاب محافظ فاضية لناس فلوسها هي اللي بتشتغل عندها. الخطوة الأولى: ادفع لنفسك أولا. كل ما تكسب فلوس زي ما قلنا حتى لو قليلة اقتطع منها على الأقل 10% وادخرهم، وما تجيش جنبهم. وادخارهم أو تحويشهم دي البداية بس مش الهدف. الخطوة التانية: خلي مصاريفك أقل من دخلك. كتير مننا أول ما الفلوس تدخل جيبه تطير بسرعة
وما بيفرقوش بين الضروري واللي بيتصرف كده وخلاص. لازم تتحكم في نفقاتك، ولو فضلت دايما تصرف أقل من اللي بتكسبه حتى لو بفرق بسيط، هتبدأ فلوسك تزيد وتخرج من دايرة المحافظ الفاضية وتدخل سكة التراكم والغنى، أو حتى نقول بدايتهم. الخطوة التالتة، شغل فلوسك. الفلوس اللي ادخرتها مش الغرض منها خالص انك تحوشها، دي لازم تدخلها في مشروع بسيط بس يكون مضمون، والأرباح بتاعته تدخلها بعد فترة هي كمان في مشروع تاني، وهكذا. الخطوة الرابعة، احمي فلوسك من الضياع. اوعى تنخدع بكلمة مشروع مضمون أو مكسب مبالغ فيه، علشان ما تكونش فريسة سهلة لأي عملية نصب. ويفضل كمان تشوف حد من دايرتك، حد انت تعرفه، مش حد تعرف حد يعرفه. الخطوة الخامسة، خليك صاحب بيت. بدل ما تدفع إيجار كل شهر، حول الإيجار لقسط، وبعد فترة هيكون ملكك. ابدأ بالشقة وبعدها كل حاجة في حياتك. كل قسط بتدفعه الحاجة بتاعتك بيقربك من حلمك وبيفتح لك باب الستر المالي. الخطوة الستة، طور نفسك. اللي بيطور عقله يقدر يطور جيبه، ولو دماغك كبرت فلوسك هتكبر غصب عنك. الخطوة السابعة، فكر في بكرة من دلوقتي. الغنى الحقيقي مش بس انك تعيش مرتاح النهاردة، لكن كمان تأمن نفسك بكرة. خطط لمستقبلك، لعيلتك ولأيامك ولسنك اللي هيكبر في يوم وهيجي يوم عليك وتتعب. وفر جزء بسيط النهاردة علشان ما تحتاجش لحد بعدين. الراجل الحكيم بيجهز لبكرة قبل ما الدنيا تيجي عليه. وهنا أركاد خلص الخطوات السبعة ووقف وقال لهم لو مشيتوا على الخطوات دي مش بس محافظكم هتتملي، دي بابل كلها هتحكي عنكم في يوم من الأيام. وفي النهاية الثروة مش بس حظ، دي خطة بتبدأ بخطوة. ادفع لنفسك أو ادخر جزء من دخلك وخلي فلوسك تشتغل مكانك، وافتكر ان اللي يزرع النهاردة هو اللي هيقعد في ظل شجرته بكرة. لو عجبتكم الحلقة اعمل اشتراك ولايك ومشاركة للفيديو علشان يوصل لغيرك. ولحد هنا تكون خلصت حلقة النهاردة، واستنوني في حلقات جاية كتير ان شاء الله، وسلام.